الله يسعد لي كل أوقاتكم يا رب، وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. اليوم حبيت أعمل لكم ترايفل الفواكه بس على طريقتي. بس إذا كنتوا جداد بالقناة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. أول شي بحتاج باكتين من الكريمة، راح أضيف عليهم معلقتين كبار من الحليب الباودر، وراح أضيف عليهم كوب من المي الباردة. وهلأ هون راح أبلش أخفق فيهم. حتى يتقل القوام معاي ويصير بهذا الشكل، وراح أحطها بالفريزر حتى أجهز كل المقادير التانية. هلأ بحتاج لطبقة الكاسترد 3 أكواب من المي الدافية، وراح أضيف عليهم 3 معالق كبار من الحليب الباودر، وراح أضيف عليهم كمان 3 معالق ونص كبار من الكاسترد، وهلأ هون راح أحركهم كلياتهم مع بعض وراح أحطهم على الغاز. وهلأ هون بعد ما جهز معاي الكاسترد راح يكون معاي قوامه مثل هيك. هلأ هون بحتاج مقدار كوبين من الكيك قطعته بشكل مكعبات، طبعا فيكم تستخدموا الكيك البايت. راح نحتاج كمان أناناس، فراولة، عصير فواكه، وبردقان، وموز، طبعا حسب الكمية يلي عندكم. هلأ هون رح أبلش بتقطيع البردقان بشكل مكعبات صغيرة، وأنا هون مستخدم بردقان ما فيه بذر.
هلأ بالنسبة لتقطيع الفراولة رح أقطعها بشكلين. الشكل الأول رح أقطعها بالنص مثل هيك، والشكل الثاني رح أقطعها على شكل مكعبات صغيرة. هلأ هون ما رح أقطع الأناناس كلياته مثل هيك، رح أقطع بس 4 شرائح. والموز رح أقطعه مثل هيك. هلأ هون رح أضيف أول شي طبقة من الكريمة، هلأ هون رح أضيف طبقة من الكيك ورح أشربها بعصير الفواكه. وطبعا أكيد بتقدروا تعملوا الترايفل بالأناناس مثلا أو بالفراولة لحالها مثل ما بدكم، بتغيروا نكهة العصير وبتضيفوا نكهة عصير الفراولة إذا حابين بالفراولة بس، أو بالمانجا بتقدروا تضيفوا عصير المانجا. أي فاكهة بتحبوها بتقدروا تعملوا فيها الترايفل. بعد ما شربت الكيك بعصير الفواكه رح أضيف عليهم طبقة من الكاسترد. وهون رح أبلش أضيف الفواكه، الأناناس والموز والفراولة والبرتقان. حبيت إني أزين الترايفل بهاي الطريقة، رح أضيف شرائح الأناناس على الجنب مثل هيك، ورح أضيف جواتها قطعة من الفراولة. هلأ بعد طبقة الفواكه رح أضيف الكريمة، ورح أعيد نفس الخطوات يلي عملتهم على الطبقة الثانية.
وأكيد بالنسبة لطريقة التزيين بتقدروا تزينوا مثل ما بدكم. أنا بالكيس الحلواني حبيت أزينها بهاي الطريقة. وهلأ رح أضيف قطع الفراولة مثل هيك. وأنا حبيت أزينها بقطع الفراولة وقطع من الأناناس. وأكيد بيكون حلو مناسب لتاكلوه بعد صلاة التراويح. كل عام وانتم بألف خير ورمضان كريم علينا وعليكم. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. صحتين وألف عافية على قلوبكم كلياتكم. فضلا وليس أمرا إذا كنتوا جداد بالقناة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لا يوصلكم كل شي جديد. استنوني بالفيديوهات القادمة إن شاء الله. مع السلامة.